أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في يوميات جودي وبابا. طبعا احنا اتأخرنا عليكم في الفيديوهات، وبرضه احنا كنا مقصرين في الفترة اللي فاتت. هي الظروف، لكن الحمد لله شاء الله ما قدر فعل، الحمد لله اللي يجيبه ربنا كله خير. هنا أنا مسافر لعبد الرحمن علشان خاطر يعني أزوره وأطمن عليه، وهو بيدرس في جامعة الزقازيق، واحنا هنا راكبين القطر متجه إلى مصر وربنا يسهل. طبعا يا جماعة الواحد في السفر مش هقول لكم بيهرب من هموم الدنيا ولا احنا فينا ايه، لا يعني هو في ضغوط وفي مشاكل. وطبعا مش عايز اقول لكم ان احنا بالذات في الارياف اغلبها خير، يعني نحتسبه على الله خير. طبعا بنمر بمشاحنات كتير، وبنمر برضه بضغوط وشد، والارض والزرع والخلافات على البطال، الله يجازي البطال واللي عمله. وطبعا مش عايز اقول لكم يعني اكتر من ايه اللي بنواجهوه في ارضنا وفي زرعنا وفي بلدنا، وبنلاقي الاهالي حوالينا مشاكل وحاجات لا قدر الله، ولكن الحمد لله وان كان في خير كتير يعني من الزرع ومن الناس ومن اهل الخير اللي بيحلوا واللي بيدوا البسمه الحلوه والطبع المصري الاصيل في ناس ريف مصر اللي بيخلونا نحس بيه. 10 جنيه في الشاي، 12 جنيه يا فندم، 5 جنيه. عاوزك تحافظ على بطاقتك، على رخصتك، جنيه من بره، 10 جنيه من جوه. 12 جنيه يا فندم ب 5 جنيه. البطاقة للرخصة للكارنيه 5 بس يا فندم. مين عايز حافظة؟ اللي عايز حافظة ب5، انتوا مستعجلين على ايه؟ سيبوا البابا خلاص. اللي عايز حافظة بتاع نص الشارع ورا وفين بقى الرجالة. اهلا وسهلا بكم اصدقائي الاعزاء في حلقه جديده من يوميات جودي وبابا. وطبعا ده المشهد الليلي من خلال السكن بتاع عبد الرحمن. طبعا الطريق بصراحه احنا هنا انتقلنا تاني، كنا نزلنا عشان نطلع زياره انا وعبد الرحمن، وطبعا كنت راكب ميكروباص. وفي الرحله دي طبعا هنحاول نتوجه الى بنها، لان طبعا بعد ما قضينا في الزقازيق يوم، او بعد ما استريحنا من عناء السفر وقضينا الليله، بدانا تاني يوم الصبح كنا هنطلع بنها، على اساس ان هناك كان في برضو زياره، وكنا هنشوف او في مقابله. وطبعا الحاجات دي كانت بخصوص برضو عمليه ان احنا نحاول نشوف عربيه. وطبعا كان مهمة شاقة والله العظيم، تعبنا خالص. يعني انتوا عارفين عشان تحاول تشتري عربية بصراحة رحلة عذاب، ومرينا فيها مش عايز اقول بكم سفرية وكم زيارة. وطبعا الناس بصراحة الحمد لله مشكورين، هو كل واحد بيحاول يعرض وبيحاول يقدم، وفيه اللي ليه الرغبة يبيع وفيه اللي ملهوش الرغبة. لكن احنا كل ما بنشوف اعلان او كنا نشوف اي عرض نحاول ننزل ونشوف العربية وكده. وطبعا السفرية دي كان ليها اكتر من حاجة، يعني غير زيارة عبد الرحمن والاطمئنان عليه، وغير ان احنا نشوف البلد وازاي وضعها، طبعا عشان نقدر نكمل هناك ولا هيكمل ولا هيحول على هنا. كان من ضمن موضوع شراء العربية او ان احنا نجيب سيارة، طبعا حاجة مهمة معنا. فهنا في رحلة بنا احنا رحنا هناك والحمد لله اتفرجنا على اكتر من حاجة، كان في عرض على عربية او اتنين، ورحنا شفناهم عن طريق الاعلانات في الانترنت وكده، وفي سوق السيارات ولا في البيع ولا في اوليكس. طبعا رحنا ما توفقناش بصراحه، بس طبعا احنا ورايحين كان جميل جدا جدا. يا جماعه احنا بقى هنا معديين في طرق وحاجات، بنشوف جمال الطبيعه المصريه ومدى التطور حتى في الطرق وفي الكباري وفي الانشاءات وفي الواجهات والعماير زي ما انتم شايفين. صراحه واضح ان في نهضه في مصر، يمكن لنا فتره احنا ما سافرناش. وهنا انا بنتقل حالا في التحرك ده كان بالاتوبيس، بالميكروباص اسف، بالعربيه الميكروباص. فطبعا برضو المناظر الخلابه بتاعت الزرع وبتاعت الخضره والتصميمات الجميله للمباني كانت لافته للنظر يعني. وبصراحه بتتمتع بجو كده مشمس جميل. لكن الحمد لله الحمد لله المشوار برغم اني ما توفقناش. يعني بالنسبة لهنا يعتبر ان احنا بنسجل من مكان مميز جدا، وبصراحة غاية في الروعة يعني. بنحاول ننقل صورة جميلة جدا. كنت بشوف اليوتيوبر، حتى في يوتيوبر سعودي كان اغلب التصوير في مناطق خضرة وجميلة جدا، لكن بصراحة مش بالروعة دي. هنا بنستمتع بيها خالص على الاخر، مش متوقع انها تكون بالمناظر دي والمنظر الخلاب ده، بس جد عظيمة يا مصر. بنستمتع معاكم في لقاء كامل من على كوبري بنها. تمام. عبد الرحمن اسمه ايه؟ عبد الهرم.
طيب عبد حرام حاسس ان ايه في حد قدام كده معلش لا بس جميلة. ايه اللي حصل؟ شفت انت؟ طبعا هنا كنا على كوبري بنها، وبصراحة يعني الكوبري والمناظر اللي حواليه من الحاجات الجميلة جدا. وهنا مرور برضو فرع من فروع النيل، وتصميم الكوبري النظام الإنجليزي القديم دوت والتصميمات الخلابة. وشوف الجزيرة دي شكلها ازاي. احنا هنا عندنا مناظر حلوة خالص، وما كنتش متوقع ان اشوف حاجة بالجمال ده في مصر. على فكرة انا في اكتر من فيديوهات بشوفها في مناطق وشرح ووصف وزيارات ورحلات لدول وبلاد، بس يا جماعة هنا في مصر ليها طعم تاني. مصر طبعا مهما كانت بنيلها بشمسها بخضرتها بنشوف حاجات، وحتى الكورنيش هنا والوضع اللي موجود والحاجات دي بصراحة جميلة جدا. يعني هتستمتع بيها وتشوف ازاي ان تقدر اندماج الخضرة مع النيل مع الزرع مع الواجهة بتاعت المباني بيدي وضع تاني. هنا طبعا ده سواق للبيجو، وانا لفت نظري ان سواقين البيجو السبع راكب بيتعاملوا معاها بص كده على انها ايقونه تحفه. العربيه من جوه متحف، وبينبهنا خلوا بالكم من دي ومن دي. وبصراحه بيعتني بعربيته بشكل ملفت للنظر، وكان كل قطعه داخل العربيه عامل في الطبلون وعامل في العربيه تصميم وضايف استيكرات وعامل حاجات من جوه وشغل. قال هم بالعربيه السبع راكب دي او البيجو عندهم هنا بصراحه ممتع، بيهتموا بيها. يمكن ملاحظين انتوا اهتمام غير عادي، يعني سواء السواق او السواقين التانيين كل حته في العربيه عنده بعنايه، وبيحذرك وبينوه لك انك تخلي بالك من دي ومن دي، وما تلفش الازاز وما تحاولش تضغط على الاوكر. وهنا عمال يلمع في عربيته. صراحه هم مهتمين. سواقين البيجو السبع راكب قصصهم جميلة، واهتمامهم بذكرياتهم وبسيارتهم بيديهم جمال صراحة يخليك تعشق انك انت تستمر في العربية دي معاهم. الرحلة معاهم مش بتحس بيها ولا بالوقت ولا بمرورها. يقول لك تركب طنطا، ومن طنطا ليه؟ طنطا البطول يعني. دلوقتي احنا طبعا الحمد لله وصلنا بسلامة الله الزقازيق. صراحة البلد جميلة، يعني الواحد كده شكله عايز يديها فيه ولا يسيب البلد. سبحان الله فيها تقول تحس ان ريحة حلوة على الواحد يعني. ربنا يسترها يا رب ان شاء الله. نتحرك دلوقتي. المفروض ان احنا هنروح للاستاذ ثروت ده في قطور الغربية، فهنا الجماعة قالوا ان احنا هنركب على طنطا، ومن طنطا على الغربية. وربنا يسلم ان شاء الله. هنتفسحوا في بلاد الله بخلق الله. اللهم انت الخليفة في الاهل والسفر ونعم الخليفة في الاهل والولد. اللهم صل وسلم على هذا شوفوا على وضع اوضح، وان شاء الله يكون خير. فرصة سعيدة بكم واهلا وسهلا بكم، وعود سعيد وعود حميد باذن الله. مع السلامة.